هنيجي بقى كده نتكلم. ادي بيتزا، فطير، مشويات، فتة شاورما، باستا، كريب. بقول لك دي اسمها صينيه الهجوم الفضائي، فلما تبقى في مكان واحد في كل الحاجات دي يعني نقول ان هو مكان السعاده بتاعنا. انا جاي النهارده شبرا الخيمه، الشارع الجديد، عند خلينا نقول انه يعتبر اكبر مطعم في هذه المنطقه من حيث عدد الفروع ومن حيث حجم الفروع. المطعم ده بيتميز ان هو عامل مود خارج المنطقه، عامل مود جوه المنطقه بس خارج المنطقه. تعالوا نشوف يعني حاجه بقى مول، يعني حاجه قصه كده. وبيعمل بقى ايه، عارفين بقى الشاورما بقى، المشويات وقصه كبيره. الريش الضاني اللطيفه جدا اهي. تتبيله بلدي ما فيهاش اي نوع من انواع الفات، اللحمه كويسه طريه، السوا مظبوط. هي غالبا الصينيه دي بعد ما اتعمل زي فلفل الوان وبصل مكرمل واتحطت، وبعد كده واخده على ما اعتقد باربيكيو صوص، صح؟ في باربيكيو صوص فوقيها، فمديه مود كده ومن الوانها وفيها لمعان كده، فمخليه الواحد عايز ياكلها يعني. تعالوا بقى ندوق الشاورما. انت عارف ان الفرخه الشوايه دي اقوى بكتير جدا من الفرخه اللي في الفحم؟ اقوى فرخه في مصر ده يعني انا ده رايي طول عمري في الموضوع ده. طبعا هي شكلها يفتح النفس، يعني ممكن بقى اخدها معايا بقى وافطر فيها بكره الصبح يعني، لان انا الصراحه مش هقدر دلوقتي اتكلم معاها ولا اقول لها ازيك حتى. وطبعا دي لوحدها جريمه بقى. بص عايز اقول لكم على حاجه بقى، لو انت من بره المنطقه وحابب تغير مود وتغير جو وتغير تشوف حاجه مكان جديد، لان هو عاده ما بتلاقيش قوي ناس من بره شبرا الخيمه ومستورد بيخشوها غير لو عنده مصلحه جوه. فلو عايز تغير ممكن تيجي هنا، صدقني هتنبسط، لان الفكره فعلا الاكل حلو جدا والاسعار لطيفه والمشوار يستاهل.